هكذا تتعامل من تصف نفسها بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط مع مواطنين عزل جاءوا من محض الإنسانية لفك الحصار عن أكثر من 2 شخص محرومين من الغذاء والدواء في أكبر عملية تجويع جماعي في العصر الحديث تمارسها عليهم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ما تعرض له ناشطو أسطول الصمود من تنكيل وتشف يؤكد وحشية هذا الكيان، تكبيلهم بسير كابل ووضعهم في الشمس لساعات في أوضاع مهينة، ليأتي بن غفير بعد ذلك ويصفهم بالإرهابيين. كل هذا لأنهم تضامنوا مع مدنيين يموتون يومياً من الجوع والمرض، ثم يتحدثون عن التطرف والإرهاب. امرأة من المشاركين في الأسطول انتظرت وصول بن غفير أمامها لتقول بصوت عال: Free, free Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! שקט. טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. حقاً، هذه المرأة أشجع من 3/4 العرب أن تقول كلمة حق في وجه أحد أشد الظالمين إجراماً في عقر دارهم لا يفعلها أي شخص. ففي بعض الدول العربية يخاف المواطنون من رفع شعارات مساندة لغزة في مباريات كرة القدم خوفاً من حكامهم. ردة فعل المجرمين كانت أن دفعوا رأسها للأسفل وقالوا لها: اخرسي. هكذا يفعل من يتشدقون بحرية المرأة. على كل حال، انفضح هذا الكيان أمام العالم كله ولم يعد يستطيع إخفاء وحشيته وتطرفه.